بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنكمل تفريزات وتحضيراتنا لشهر رمضان ان شاء الله. فالنهاردة هنفرز البسلة والجزر، وزي ما احنا شايفين كده جايبين حوالي دول 3 كيلو بسلة او اكتر شوية. معاهم حوالي كيلو جزر او نص كيلو جزر بالظبط، مقطعينهم مكعبات برضو. وفصصنا البسلة كويس وغسلناها والجزر برضو نضفناه وقطعناه مكعبات. وزي ما احنا شايفين اهو قسمناهم ليه في طبقين، ليه هوريكم ليه، لان احنا لازم نضيف عليهم مية مغلية. المية المغلية دي بتخلي البسلة تبقى بلونها الاخضر ده الجميل اللي احنا شايفينه. ولما بتيجي تحطيها تسويها بتستوي بسرعة. بعد ما تطلعيها من الفريزر وهي متجمدة وتحطيها على الصلصة بتاعتك وانت بتطبخيها، ما بتاخدش وقت، بتستوي بسرعة وبتبقى بلونها كأنها طازة بالظبط، جايباها لسه كأنك لسه جايباها. زي ما احنا شايفين بنسيب المية المغلية اللي احنا ضفناها على البسلة دي حوالي 3 دقايق 4 دقايق كده. وبعد كده بنكون محضرين مصفاية زي ما احنا شايفين، ونصفي المية دي منيها ونسيبها تصفى خالص خالص من المية. بعد كده انا زي ما احنا شايفين ده المقدار الاولاني اهو صفناه كويس. وبعد ما تصفى حركناه تاني وحولناه في طبق تاني. هناخد الكمية التانية نصفيها برضو زي ما احنا شايفين، نخليها تصفى من المية خالص. شايفة لون البسلة اللون الأخضر الجميل، والجزر بتاعها برضو اللون الأخضر الجميل. والله ما بتاخد سوى ما بتيجي تطلعها من الفريزر، يعني بتبقى حالا. البسلة دلوقتي الموسم بتاعها مسكرة وجميلة. قبل ما تبدأ تدود وتمنها يغلى، يعني هي حاليا تمنها معقول أي حد يقدر يشتري. ادي احنا كده صفناهم كويس ومحضرين اكياسنا. وابدا انا اقسم في الكياس بتاعتي على كد الطبخه اللي انا بطبخها، اللي انا بحتاجها، بس لاني انا ما اقدرش اطلعها من الفريزر وتفك وبعدين ارجعها الفريزر تاني. كده انتي بتبوظيها وتدبل وبتسود، بتبقى غير يعني مش بتبقى حلوة خالص، وممكن تبوظ منك لو رجعتها الفريزر تاني برضو انك تجمديها مرة تاني. لا، انا على كده طبختي بالظبط، الكيس يطلع هو اللي استخدمه، ما يتبقاش منه حاجة. بعد ما يفك واروح وارجعها التلاجة تاني بيتغير طعمها خالص. زي ما احنا شايفين كده بالوانها الجميلة دي. ما تنسوناش في الشير والله قناتنا ومامتها عشان ننزل لكم تفريزاتنا وحاجاتنا الجميلة. شكرا.